سلام الله عليكم. إسبانيا اليوم الأربعاء صيفطات البوليزاريو 6 ديال المليار سنتيم. نعم، ماشي جات هبات أو من عند جمعيات أو شيء من هذا القبيل، الحكومة الإسبانية. هذا الموضوع الإخوان والأخوات اللي خطير وخطير جدا واللي غادي نكشف عليه لأول مرة، وغادي نشوفوا كيفاش أنه هذا البوليزاريو صناعة كذلك إسبانية. نعم، صناعة إسبانية. غادي نشوفوا كذلك واحد الواقعة ديال مهرجان سيدي إفني بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. غادي يجي واحد المعتوه واللي عنده الصفة ديال رئيس جماعة، وغادي ينوض واحد الشخص قد جدو في صورة مريبة واللي صراحة تسيء للصورة ديال المملكة المغربية، واللي كيخدموا العديد من الأحرار وعلى رأسهم صاحب الجلالة إلى تلميعها بكل ما أوتينا من قوة، لكن كيخرجوا لنا بعد الافاعي والحنوشه، وداك الشيء اللي كتبنيه في اسبوع كيطيحوا لك في نهار. هادشي الاخوان والاخوات غادي نشوفوا بالفيديو، وغادي نوضحوا هذه المساله من الاول الى الاخر. ثم عندنا واحد الصوره على دونالد ترامب، واحد الصوره واللي تم الاستخدام فيها ديال احدث التقنيات، وغادي نشوفوا كيفاش انه هذا الشخص نجا بأعجوبة. السيد صراحة معه دعوات ديال الشرفاء المغاربة واللي دعوا معاه المغاربة ما عمرو يخيب. الإخوان والأخوات، القناة ديال نور الدين ماجي بطبيعة الحال كيف ما كتعرفوا دائما محتاجة للدعم ديالكم، من قبيل ضغطوا على زر الإعجاب، هذيك البصمة، خليوا لنا كذلك التعليقات ديالكم، وما تنساوش انكم تشاركوا هذا المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، بالفيسبوك وكذلك مجموعات الواتساب. والله العظيم هذا العمل واللي صراحة يحركنا دافع الغيرة وحب الوطن، يعني كيكلفنا الشيء الكثير، لا ماديا ولا معنويا ولا يعني أسريا، يعني على كل المستويات، ولكن رغم ذلك الإخوان والأخوات والله العظيم يعني نقدمه بكل فخر وبكل حب، ومستعدون أننا نستمر في هذا المجال ولو أنه يبقى عندنا فقط عرق واحد يضرب، حبا للمملكة المغربية، لا نريد جزاء ولا شكورا. وبالتالي فالضرورة كتدفعنا أننا يعني نسلطوا الأضواء على كل المواضيع كما بغى يكون النوع ديالها، سواء السياسة الخارجية ديال المملكة المغربية أو لا ما يقوم به بعض المخربين داخل تراب المملكة المغربية. وبالتالي فساعدونا، نحن لا نطلب أي شيء، ساعدونا فقط بالضغط على زر الإعجاب باش أنكم تخليوا الخوارزميات ديال اليوتيوب تقوم بنشر هذا المحتوى، في نفس الوقت وقف التبليغات والسينيال ديال الذباب الإلكتروني الجزائري. فقط حركة بسيطة. شكرا لكم مرة أخرى، وندوز مباشرة إلى التفاصيل. السلام الله عليكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في حلقة مسائية جديدة من الحلقات اللي كتبتها القناة ديال نور الدين ماجي باستمرار بتاريخ الأربعاء 17 يوليوز عفوا 2024. الموضوع ديال محاولة الاغتيال ديال دونالد ترامب تبعناه ودرنا واحد الإحاطة يعني شاملة وكاملة من كل الزوايا، وشفنا بأنه سبحان الله العظيم يعني إلا كانت شي حاجة مكتبة راه كتجي. شحال من شخص يعني كيكون غير تبقات له درجة زلق طاح مات، شحال من واحد طاح من طابق 20 أو لا طاح من طائرة كاع وكتسمع يسلك. نفس الشيء الإخوان والأخوات كينطبق على دونالد ترامب. هذا الأخير هو كيلقي الكلمة ديالو، تعرض لمحاولة اغتيال وطلقوا عليه 3 ديال الرصاصات، وحده جاتو في ودنه، وحده جاتو في الصدريه، وحده جات في احد الحاضرين واللي كان بالقرب منه. واحد التطبيق الاخوان والاخوات اللي واحد من اللوجيسيالات المتقدمه واللي يعني كيدير محاكاه لما تم يعني القيام به بالفعل، فكيمشيو لهذاك المكان وكيكون داكشي يعني فحال تخيلي، يعني كاين لوجيسيالات كتعاود ترد هذيك المنصه كيف ما كانت بناء على الفيديو، وكتشوف الوقيته بالضبط، الزمان والمكان اللي تم فيه الاطلاق ديال هذه الرصاصه، وكيعطيك بالضبط اشنا هي الحركه واللي خلات ان دونالد ترامب يسلك منها كيف ما كنقولوا بفصيح العباره. غادي نخليكم الاخوان والاخوات مع هذا المقطع ديال الفيديو تشوفوه. فهاد الدائره اللي كتشوفوها يعني جوج ديال الدوائر، وهذا الزائد في الوسط ديالهم هذاك هو الهدف، وتما فين غتطلق الرصاصه. فهاد نسميوه هذا القناص ولا نسميوه كما بغيتوا تسميوه، سميوه حتى ارهابي، لانه هذا الارهاب صناعه امريكيه هما اللي صايبوه. فشوفوا فين كانت يعني الرصاصه غتجي في الوسط ديال الجمجمه، لكن هو كيتفاعل مع الحاضرين وكيدور راسه لهذيك الشاشه. فقط هذه الحركه خلات انه الرصاصه تجي في الاذن،
شوف سبحان الله العظيم، لما سيدي ربي كيبغي يكتب لك يعني عمر جديد. وقالها دونالد ترامب، قالها دونالد ترامب بانه الكل ظن بانني مت كذا وهذا، وقال بانه غادي يعود بقوه. هاد الامور يعني علاش انا حطيت هاد المقطع ديال الفيديو؟ اول شيء باش انكم تعرفوا اشنا كاين بالضبط وتشوفوا الامور واخر ما كاين في هاد المحاوله ديال الاغتيال. لكن راه ما كيوصلك غير اللي مكتب لك الله، سواء مزيان او لا خايب. ولا أدل على ذلك كنشوفوا المملكة المغربية طوال أكثر من 51 سنة مناورات ديال أعداء الداخل، دسائس ديال فرنسا وإسبانيا، الجزائر، هاد البنت اللقيطة يعني ديال بوليزاريو إلى غير ذلك، والو. المملكة المغربية هي بل على العكس من ذلك، كل سنة حنا كنتقواو وهما كيرجعوا إلى الوراء. من بين الإخوان والأخوات الصور الأخرى اللي بغيت انا نعلق عليها، هذه الصوره اللي كتشوفوها امامكم، هذه واحد المجموعه ديال المركبات رباعيه الدفع ديال البوليزاريو اللي كيبقاو يوصلوا ويجولوا بهم تما في جمهورية الجزائر الجنوبية تندوف، واللي بين الفينة والأخرى كانوا كيدخلوا بهم إلى المنطقة العازلة وكينفذوا بعض العمليات. يعني مباشرة بعد ما دخلت في الخدمة الطائرات ديال الدرون، واللي جات كفكرة مباشرة بعد التطهير معبر القرقرات، فمبقاوش كيدخلوا هناك. فهاد الصور اللي كتشوفوها كلها خاوية على عروشها. فهاد السيارات أو هاد الشاحنات المختلفة تعود إلى المرتزقة ديال البوليزاريو أو المقاتلين ديال البوليزاريو، واللي حنا هضرنا البارحة في إعداء المواد الإخبارية. كل شيء ما كاين غير حط سلاح والله يعاون وباي باي الخدمة ديال الارتزاق أو الخدمة العسكرية، ورجعوا إلى المخيمات باش انهم يرجعوا عاديين. منهم اللي غيهرب موريتانيا ومنهم اللي غادي يطلب اللجوء او لا شوف كيف يديروا. المهم اليوم الاخوان والاخوات وبعد المحاوله الانقلابيه اللي خصنا لها البارحه جزء من الحلقه، يعني كل شيء تقريبا غادي في نفس النسق، في انتظار انهم اللي يلتحقوا مرتزقه من نواحي اخرى. وانذاك على الجيش الجزائري ان يتحرك، ممكن انه هو اللي يجي يعوضهم هنا. ندوزوا الاخوان والاخوات الى الواقعه ديال المهرجان سيدي إفني. أقولها وأكررها والله العظيم، تمشي الأخلاق ديالنا ما كنبقاو نسواو حتى شي حاجة. وقالها على ما أظن واش أحمد شوقي أو المتنبي، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. مهرجان واللي ديال بسيدي إفني ديال المقاومين، وحاضرين لواحد المجموعه ديال الفعاليات كتهضر على الرئيس تما ديال المجلس البلدي وكذا الى غير ذلك، والوالي والعامل وزيد بما فيهم يعني شخصيات اخرى كنهضروا على الرئيس تاع الجماعه وكذا الى غير ذلك. فهنا يعني واحد الشيخ راجل كبير مقاوم في العمر ديال الاجداد ديالنا جا صاب جلس كرسي في الصف الاول، جلس السيد ما قادش انه يبقى غادي ويدافع مع الكراسه تيدخل هذا، جالسين معاه يعني شخصيات وناس الامور مخلطه. فاذا به غادي يجي واحد الشخص اللي تبين بانه رئيس احدى الجماعات هناك، غادي يجي غينوضوا وغيجلس في بلاصتو، نوضوا وجلس في بلاصتو. اول شيء هذا التصرف يعني لا يليق بالمغاربه وبالاخلاق ديال المغاربه، والا رحنا كنهضروا على كراغله ونهضروا على اقل او لا ادنى من الكراغ الى هذه النقطه الاولى، خصوصا بان الاخلاق ديالنا ما كتسمح لنا بالاشياء. كتشوف مرا كبيره انت في الطوبيس ولا في الكار ولا في الطاكسي تهبط وتطلعي جلسي الحاجه ولا، المهم هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، علاش كتحمل هذا الشيخ الهريم هذه المسؤوليه ما دمتم يعني انتم من نظمتم هذا المهرجان او لا انت جزء من نظموا هذا المهرجان؟ هذوك الكراسه سيدي عندكم منظمين، عندكم شبان، عندكم شابات اللي واقفين على هذه الامور. لا سيدي هذا الصف ما يجلس فيه حتى شي واحد. كيف يعقل انه تتعمر هذه الخزانه كامله ويجلس هذا الشيخ الهريم هو جالس يعني، وتجي تنوض تجلس انت في لاصو فين يمشي؟ فيديو الاخوان والاخوات اللي صراحه ألمني بشكل كبير، وحبيت انني نشاركه معكم ما دامت هذه القناه تختص في جزء منها الى الامور الداخليه، واللي لقي استهجان يعني الكثير من المغاربه في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي كنقول كيف ما دائما هي نبض الشارع. غادي نخليكم مع هذا المقطع ديال الفيديو وشوفوا يعني هاد الفضيحه، يعني انا اعتبرها فضيحه. تابعوا مزيان. ها هو الشيباني مسكين جالس بالعكاز ديالو، ها هو جاي هاد انا كنعتبره تصرف ديال برهوش. نوضوه، شوف مسكين كيفاش غيتحرك، شوف كيتحرك بزز ويجلس هذا ودير لي رجل على رجل، ودير لي على رجل والبلغه الصفراء حليلي بيك كيف ما تيقولوا. صافي دابا عجبو الحال
وفرحان، ما كاين حتى شي مشكل، جري على السيد وجلس في بلاصتو. خرجت احد الصحف الصفراء المأجوره كتدافع على هذا الشخص وكتقول لا كذا. شوف، ما تهضرش معايا هاد الامور، ما تهضروش معنا عليها. كاين جانب تنظيمي، كان خاصو يجلس تما ولا ما خاصوش يجلس تما، كتحملوا انتم المسؤوليه. انتم اللي ما نظمتوش، انتم اللي خليتوه يجلس، تحملوا المسؤوليه حتى تعمر هاد الخزانه او هاد البلاصه كامله ولا هاد القاعه المتنقله ولا سميوها باش بغيتوا، وتجي تنوضوا. هاد المساله لا يقبلها العقل. مساله اخرى، هذه اساءه الى المقاومين المغاربه. هادو ناس كانوا واضعين الدماء ديالهم فداء لهذا الوطن. هذا كيف ما بغات تكون الظروف ديالك، ولو انك تكون كما بغيتي تكون اشرف منك، لانه هز السلاح وغامر بالروح ديالو وغامر بالمستقبل ديالو وغامر بالحياه ديالو من اجل تحرير هذا الوطن، فكتبقى المكانه ديالو احسن منك. هادو ماشي ناس عاديين، هادو ماشي العموم ديال المواطنين، بالعكس. سطي تما، سير جيب كرسي ولا شغلك هذاك، المهم ما تهدرش مع هذا يبقى جالس تما. وعاد كنهضروا على السيد في العمر ديال جدك، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وندوزوا الاخوان والاخوات الى واحد الخطوه انا ما كنعتبرهاش خطوه استفزازيه، وانما على الاقل واحد الخطوه واللي كتحتاج اننا بين الفينه والاخرى نطرقوا لهذه المواضيع، لانها كتجاوب على واحد المجموعه ديال الاشياء واللي صراحه خاصنا نفهموها في العلاقات ديالنا مع إسبانيا ولا مع فرنسا المستعمرين السابقين. تخيلوا معايا اليوم واحد الخبر اللي راج بشكل كبير في الصحف الإسبانية والجزائرية بما فيها الموقع ديال هيسبريس. اشنو كيقول هذا الخبر؟ توجه إسبانيا 6 ملايين يورو من الحكومة الإسبانية سنويا إلى جيوب قادة البوليزاريو، على رأسهم إبراهيم غالي، بينما هي في الأصل مخصصة للمحاربين الصحراويين القدماء الذين خدموا في صفوف الاحتلال الإسباني في الصحراء المغربية. وكشفت بيانات صادرة عن وزارة الدفاع الإسبانية أن إسبانيا تحتفظ بهذا المبلغ كمعاشات لقدماء المحاربين الصحراويين الذين خدموا في القوات البرية الإسبانية وحرس الحدود والشرطة قبل نهاية الاستعمار، والذين ينظر إليهم على أنهم متقاعدون من القوات المسلحة الإسبانية. لا، الناس تاع هيسبريس حتى إبراهيم غالي توا كانت عنده بطاقة ديال أنه توا كان عسكري أو لا مخبر أو لا شيء من هذا القبيل. فهذه واحد الإجابة واضحة، لا قلبنا الآية أو لا درنا قراءة ما بين الأسطر أو لا ما بين الحروف. الحكومة الإسبانية كتعطي 6 ديال الملاير ديال السنتيم إلى البوليزاريو بشكل عام. لا يهمنا أكان ابن بطوش أو لا غير ابن بطوش. وهاد 6 ديال المليار ديال السنتيم منين جات؟ كتجي من الحكومة الإسبانية. علاش؟ نظير ماذا؟ نظير أنه هاد المرتزقة ديال تيندوف وعلى رأسهم إبراهيم غالي كانوا كيخدموا الأجندة ديال إسبانيا معهم كانت عندها مشاكل هناك. شكون اللي كان كيطالب بالخروج؟ شكون اللي كان كينفذ عمليه فدائيه؟ شكون اللي كان هاز السلاح؟ المغاربه. ضد اسبانيا. وشكون اللي كان كيخدم او لا كيقدموا معلومات استخباراتيه او لا ينوضوا يتصداو الى الجنود المغاربه؟ هاد المرتزقه ديال تندوف على راسهم ابراهيم غالي. وكيجيو هاد مسخط الوالدين، هاد الملاعين، ويخرجوا بالفم المليان طردنا اسبانيا ودرنا وفعلنا والى غير ذلك. لكن الحقيقه في واد، وما يروجون له في واد آخر. اليوم إسبانيا ما زالت حتى اليوم كتعترف بالجميل اللي قدموا لها، لأنه لولا هذا الجميل اللي قدموا لها هاد المرتزقة وعلى رأسهم إبراهيم غالي، واللي اليوم كتقول له إسبانيا أنت خائن للمغرب بهذا التصريح، أنت خائن للمملكة المغربية. كان بالإمكان أنه إسبانيا تخرج سنوات قبل 1975. احنا عارفين 1975 ما هي إلا البداية، عاد جاو أقاليم أخرى وكذا، وكنهضروا على الداخلة وهذا وتمين غاديين حاجة بحاجة. فهذه المسألة الإخوان والأخوات صراحة يجب أن تستغل أحسن استغلال على الأقل من الدبلوماسيين ديالنا، وتكون كذلك كورقة للضغط ولفضح هؤلاء المرتزقة، لا في الأمم المتحدة ولا في أي نقاشات كيف ما بغى يكون النوع ديالها، واللي يتم الحديث على هذا الموضوع. كيف يعقل أنه إسبانيا دفع للبوليزاريو 6 ديال المليار ديال السنتيم، لا لشيء إلا أنهم كانوا كيخدموا معها، كانوا كواجهة كانت كتدفع بهم باش أنهم يهاجموا بلادهم. هذو هما الحركة. غير في الجزائر كيتسموا الحركه، هذو الخونه ديال اللي كانوا مع المستعمر واللي مازال اليوم يحكمون بقبضه من حديد في الجزائر، وهذو الحركه ديالنا اللي كانوا مع اسبانيا وكيقوموا بالمقاومه او للاخبار عن الفدائيين والمقاومين المغاربه
فمرة أخرى يعني هاد الكيان المسخ، هاد الكيان البلطجي، فكيأكد لنا بأنه ممن كانوا متشبتين به. احنا ما نبقاوش نهضروا فقط على أنه القذافي والجزائر، ونعم هادو ناس نفذوا، لكن شكون عطى الفكرة؟ شكون اللي عطى الفكرة؟ فرنسا وإسبانيا. علاش؟ لأنك في مواجهة واحد البلد قوي وقوي جدا، وبالتالي فاشنا هي الطريقة أنك دير يدك في يد الخونة باش أنك تضربوا من الداخل، وباش أنك تعرقل المهام ديال المقاومة حينها. نفس الشيء الإخوان والأخوات يسري على ما يقوم به اليوم واحد المجموعة ديال الأشخاص، ولأن كندرجهم في صف الخونة. راه ما كاينش مغربي شوية هنا وشوية هنا، كاين مغربي موت على بلادي أولا، كوفيتي هي رايتي، شعار الله الوطن الملك، المملكة المغربية قضيتي الأولى والثانية والثالثة والرابعة والألف والمليون، وبعدها تأتي باقي القضايا. في الوقت اللي كنشوفوا العديد من الخونة ديال الداخل اليوم كيزعطوا في حل الحمير في الجنب ديال الكورس، عاجبهم الحال، وباركين كيصهينوا في اللي بغاو، وباركين كيضربوا في المغاربه اللي بغاو، وكيقول لك نتوما وانتوما 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 الى غير ذلك. في الوقت اللي حنا عارفين بانه فلسطين ما عندها حتى شي اخر هم ديالها هو انها تهضر على الوحده الترابيه للمملكه المغربيه، بل على العكس من ذلك واضعين يدهم في يد هذه المرتزقه اللي كتمول اليوم اسبانيا من اجل ضرب المصالح ديال المملكه المغربيه. مساله اخرى الاخوان والاخوات هو انه يعني حتى من الشق الدبلوماسي فاليوم العلاقات المغربيه الاسبانيه الحمد لله يعني علاقات مثاليه، وبالتالي فوجب ان يتم يعني على الاقل يعني مناقشه هذه النقط. كيف يعقل انه واحد الشخص اللي كان كيناور ضدي وكان كيضرب الجيوش ديالي وكان كذا، فانتوما اللي كتخصوا له ميزانيه قد السخط فقط من اجل انهم يبقاو حيين او لا اعترافا لهم بالجميل، لكن في نفس الوقت انت كتدعمهم بطريقه او باخرى باش انهم يزيدوا يسيئوا الى المملكه المغربيه او لا يهدوا الامن والاستقرار ديال المملكه المغربيه. الاخوان والاخوات شكرا لكم، شكرا لاصغائكم، ونضرب لكم موعد في ماده اخباريه لاحقه بحول الله. تصبحون على خير.